بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحلى متابعين في العالم؟ إن شاء الله نعمل مع بعض حاجة حلوة نحل بيها بقنا واحنا قاعدين كده مع بعض. سهلة جدا وبسيطة، مش هتحتاج مننا مقادير كتير ومش مكلفة يعني. معانا 70 موز هنقشرهم أول حاجة مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونهرسهم كده بالشوكة. تمام يا حبيبة قلبي، نرسم كويس بالشوكة، متخليش فيهم حتت سليمة. انت هتلاقي من شكل المقادير قدامك عرفت انا هعمل ايه. هي سهلة جدا ومش مكلفة وطعمها خطير. انا عملتها كم مرة قبل كده وعجبتني فقلت اعملها لكم. هرسنا الموز كويس اوي كده مع بعض. معانا نص كيلو لبن حليب هنروح بيه على النار. هنحط الحليب على النار يا حبيبتي، وننزل فيه في كيس فانيليا. عادي لو مش حابه تحط فانيليا ما تحطيش، بس هي بتدي ريحه كده وطعم حلو للحلو بتاعه. وننزل عليه بالموز اللي احنا هرسناه. ندوبه كويس مع بعض ونشوف هنحط ايه كمان. ننزل مع بعض بمعلقتين كده سكر على الحليب بتاعنا، ونقلبهم كويس اوي لحد ما يدوبوا. كلها ربطت معانا اهي، وواضح قدامكم خالص ان هي رابطه وتمام. وكده ندفع لها النار. هنا يا حبايبي هنبدأ نطبق ايه الحلو بتاعنا. هنجيب اول حاجة كرة موز كده، نخرطها في ايه، في الطبق من تحت. تعملي الايه الاطباق على حسب افراد اسرتك او على حسب ضيوفك اللي جايين لك. بصي هي الموضوع سهل وما باخدش منك حاجة خالص، يعني في ثواني بتكوني مخلصة. علشان خاطر ان انت ايه، يلا. هنا حطينا في كل طبق خرط كده من الموز، هننزل عليهم بمعلقه كده من ايه، من الخليط اللي احنا عملناه. كل طبق معلقه زي ما انت شايفه كده بالظبط. طعمه حكايه والله يا حبايبي، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. هنا خلصنا ايه الاطباق كلها مع بعض. هنجيب بقى اي بسكوت، عايزه تجيبيه ساده ماشي، عايزه تجيبيه بسكوت محشي ماشي. هنا هنحط البسكوت بالشكل اللي انت شايفاه ده. ده معاكي عصير برتقال او عصير سفندية عادي لو انت ما عندكيش، او حبة بيبسي. ده ماشي وده ماشي وده ماشي. قلتلك ما تقفيش على حاجة، جو غالي ماشي حالك بالموجود عندك، علشان ايه ربنا يكرمنا والدنيا تمشي.
كده يا حبيبتي. والكمية تعمليها بنفس الطريقة دي اهي. الحلو ده هيعجب ولادك قوي، وان شاء الله هيطلبوه منك على طول. وانت عارفه انا داخلين بقى على ايام مفترجه رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين، هتعملوه لهم على طول. معانا بقى الخليط اللي احنا اشتغلنا بيه، هنكمل بيه كده على الوش كده بالطريقه اللي انت شايفاها دي. زي ما انت شايفه كده بالظبط. ده اسمه حلو الموز يا حبايبي، اللي هيسأل يقول هو اسمه ايه، اسمه حلو الموز. جربيه وقولي لي ايه رأيك فيه. لو وصلتي معايا لحد هنا تشتركي معايا بقى في القناة وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتحطي لي اللايك وتدعميني كده بكومنت حلو منك. حتى ولو وحشه انا ان شاء الله قبلاه، يعني مش هزعل منه. الله كده خلصنا كل الكميه مع بعض. هنجرنشها بقى يا بنات. ده كاكاو يا بنات، لو عندك شوكولاته ماشي مش مشكله، وكاكاو والشوكولاته حاجه كده تفتح نفس اطفالك وتفتح نفس جوزك في رمضان. تسجلي الوصفه دي عندك وجربيها ان شاء الله هتعجبهم قوي، طعمها والله خطير. مكسرات حابه تحطيها، ممكن عندك جوز هند، زبيب، اللوز، الحاجات اللي عادي حطيها مفيش مشكله، انت وامكانياتك ومقدرتك، مفيش على حاجه. ده الشكل معانا، بس يبرد تاكليه بقى بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله.